الكل بيسأل هل قفشة فعلا هيخون العهد ويرحل إلى الزمالك؟ الحقيقة طريقة تعامل كولر مع قفشة خلال الفترة اللي فاتت طريقة غريبة جدا، مهينة جدا للاعب. دي يمكن يكون كمان من أغرب الحاجات إن إصابته طولت بالشكل ده، وقفشة كلنا عارفين من نوعية اللعيبة اللي إصاباتها ما بتبقاش طويلة. لكن في الوقت الحالي قفشة طلب تحديد موقفه بشكل واضح، إذا كان هيكمل ولا مش هيكمل، خاصة وإنه عنده عروض كتيرة جدا من الخليج وبرضه عنده عروض من الدوري المصري. اللاعب عقده بيمتد ل 2027 مع النادي الاهلي، لكن طبعا مش عايز يسيب الفريق بشكل يتحسب ان هو كوبري، خصوصا وان في اصلا عرض واضح وصريح من الزمالك. ميدو قالها له خلص نفسك من هناك وتعالى واحنا هنستقبلك، ما تخافش احنا معاك وفي ظهرك. لكن قفشة لحد دلوقتي حيران جدا وحاسس كده باضطراب كبير، لانه لو ساب الاهلي وكولر مشي هيبقى عنده فرصه انه يشارك، ولو فضل في الاهلي وكولر ممشيش هتبقى مشكله، ولو فضل برضه في الاهلي وكولر مشي والمدرب اللي جاي ما اقتنعش بيه هتبقى مشكله اكبر، لانه هيبقى ضيع كل العروض اللي جات له. لو انت مكان قفشه بقى تعمل ايه؟ قول لنا رايك في التعليقات.